يمكن حتى في مسيره سيف العيساوي الرياضيه يسدد الرميه. سيف العيساوي ما سجلش وموجود بيتشو مانجا. ثمين الان بيتشو مانجا في مثل هذه الوضعيات طول قامته في كره الرميه الاولى ناجحه لبيتشو مانجا. شجعوا فيه رضوان سليمان وحمدي برع. مباراة الأعصاب، مباراة الثواني الأخيرة، مباراة أوفت بكل وعودها بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي. ينجح بيتشو مانجا يمكن في أهم رمية حرة ليه منذ قدومه للنجم الساحلي. 14 ثانية 74 دفاع عالي من النجم الساحلي على سيف العيساوي لمنعه من التسديد من 3 نقاط على غرار العملية الفارطة. خير يمشي للنقطتين الاتحاد المنستيري ويسجل قبل 7 ثواني و6 أجزاء بالمئة. 74-72 كرة لحمدي براع يلعب مع وودز مازالت ثانية ثم تنتهي المباراة. 74 لفائدة النجم الساحلي 72 لفائدة الاتحاد المنستيري. مبروك للنجم الساحلي فوزه بالكأس ومبروك للاتحاد المنستيري المشوار البطولي اللي عمله في موسم السنة وذهابه إلى الثواني الأخيرة في لقاء رفض كل التكهنات. لقاء فيه 62 لقاء فيه في 15 ثانية الأخيرة 74-62 سلة فقط. نقطتين كانوا حاسمين لنجم الساحلي ولجماهير النجم الساحلي وأمينة عظومة على الصورة للفوز بكأس تونس لكرة السلة. الاتحاد المنستيري حسب رأيي قبل البلاء الحسن ما فما حتى ريغري بالنسبة للاتحاد المنستيري. العب لآخر الثواني 74-72.